اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل حمام محشي بالرز بالخلطة السرية، محشي بقى بالكبد والقوانص، وطريقته سهلة جدا 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 وبسيطة. خطواتي وطريقتي عبارة عن طبعا طماطماية مفرومة ناعم، بصلاية مفرومة ناعم، كبد وقوانص مقطعين كده، ورز مغسول ومنقوع ومتصفى، وحمام طبعا متنضف وكويس جدا ومنقوع في خل وليمون وكويس كده. فالبهارات بتاعتي عبارة عن فلفل اسمر، ملح، قرفة، جنزبيل. وطبعا معايا عصاج لحمة مفرومة او لحمة مفرومة، يعني المتوفر كان موجود هي عصاج اللحم، او كان متوفر من عندك موجود لحمة مفرومة اوكي ماشي تنفع كويس جدا. طبعا انا حطيت المادة الدهنية يعني سمنة بلدي، وحطيت عليها البصلة خليتها تصفر كده شوية، ورحت حاطة عليها الكبد والقوانص بتاع الحمام. احط بقى البهارات بتاعتي تاخد صدمة كده وريحة كده مع الكبد والقوانص بالشكل ده لحد ما ادت لون، ورحت حاطة عليه الطماطم المفرومة ناعم. اقلبهم كده كويس جدا لحد ما تتعصج معايا برضو. احط بقى اللحمة المفرومة. انا حطيت عصاج اللحمة اللي كان متوفر عندي عصاج لحمة. لو متوفر عندك لحمة مفرومة كويس جدا جدا تحط على طول يعني. وكزبرة كده مفرومة ناعم. خلصنا الطريقة بتاعتنا كده، وحطيت الرز عليها وقلبته كده كويس، وابدا ان انا اطفي عليه واجهز بقى الحمام بتاعي والرز بتاعي بالشكل ده. طبعا الحمام بتاعي بالطريقة ديت، وفتحة فتحة الجلدة بتاعته عشان خاطر ادخل الرز بين الجلدة كده والحمامة بتاعتي واللحم بتاع الحمام، عشان خاطر تبقى سمينة كده وتبقى مليانة رز وكده تمام. ابدا بقى ان انا ادخل الرز في كل اجزاء الحمامة بالشكل ده، واحط برضو في الفراغات اللي بين الجلدة والحمام، بتديها مساحة وبتخلي الحمامة كبيرة كده في بعد السوا بتاعها. تمام. حطيت بقى الخلطة بتاعتي في الرقبة كده بالشكل ده. طبعا بقى طريقتها سهلة جدا وبسيطة اهوت. حطيت الرز بقى في الفراغات اللي انا موسعاها عشان ادخل فيها الخلطة بتاعتي دي بقى اللي تخلي الحمامة بتاعتي الكبيرة كده وشكلها يفتح النفس كده وحلو. تمام. ادخل بقى الرجول بتاعتها في الحتة ديت في الفتحة ديت بالشكل ده. بقت الحمامة جاهزة بالطريقة دي. بسم الله ما شاء الله. كتفت الحمامة تمام كده، بقت جاهزة معايا. هبدأ بقى ان انا اركنها على جنب، واكمل بقية الحمام بتاعي بالشكل ده. كملت الحمام بتاعي اهوت نفس الطريقة، عشان خاطر بقى الحمام ما يتفتحش معايا اما احطه في الشوربة وما نزلش الخلطة بتاعت الرهيبة الجامدة ديت في الشوربة. فانا هخيطه، هقفله بقى بالخيط والابرة كده، خيط ابيض وبالابرة كده عشان خاطر ما ما يتفتحش معايا في الشوربة. طبعا اهم حاجة في الحمام ان احنا ما نكبسوهوش رز جامد، نعمله برضو مساحة فراغ برضو في الحمامة عشان خاطر ما يتفتحش لما احطه في الشوربة ما يتفتحش معايا. تمام. عملت بقى كده بالشكل ده، يعني حاجة بسيطة كده عشان خاطر برضو الرز ما يقعش في الشوربة ويخليها شكلها مش ظريف يعني. خيطت يعني حاجة بسيطة كده، غرزتين كده بس يعني وخلاص يعني للحمام، ولما بيستوي بشيل يعني الغرز. تمام. عملت بقى ديت متكتفة وجاهزة، وعملت بقية الكمية زي ما عملت الحمامة كده. تاني اجيب بقى الحلة على النار، حطيت فيها مادة دهنية برضو. طبعا انا بستخدم السمنة البلدي، حطيت عليها 3 4 بصلات كده حلوين، وابدأ بان انا ادي الحمام بتاعي صدمة كده
احب اديله الصدمه ديت قبل ما انزل الشوربه بتاعته او انزل الميه المغليه بتاعته. تمام. حطيت بقى البهارات، جنزبيل فريش مفروم ناعم، وفلفل اسمر، وورق لورا، وحبهان، وطماطمية مفرومة ناعم. وقلبت كده الحمام كويس كده بس بالراحة برضو عشان ما يتفتحش معايا، ورحت مزوداه المية المغلية بتاعتي. تمام. هغطي عليه بقى. طبعا انا حطيت ملح عشان خاطر الحمام مش هياخد وقت معايا. غطيته بقى كده وهسيبه بقى لحد ما يستوي معايا. دول بقى اللي اتبقوا من الخلطة بتاعت الرهيبة دي، فانا هسويهم على جنب كده من البوتاجاز عشان خاطر احطهم في التقديم. تمام. الحمام بتاعي استوى كده بقى جاهز. هبدأ بقى ان انا احطه بقى كده احمره في جنب بالشكل ده. ايه رأيكم بقى في الاكل الجامدة دي؟ حاطة يعني زيت في طاسة كده في جنب كده. لما الحمام استوى معايا حطيته في الطاسة يحمر. تمام كده. أكلة سهلة جدا وبسيطة، وأكل الملوك بقى ده، وأكل عظيم بسم الله ما شاء الله. أكلة رهيبة. يا رب تعملوه بالطريقة ديت وبألف صحة وهنا على قلبكم يا رب. عملت الطريقة وجاهزة جدا. ودي الشوربة بتاعتي المتينة بتاعت الحمام. ودي خلطة الرز، كنت عاملة معاها رز أبيض بالشكل ده. ودي طريقة التقديم، طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. وما تنسونيش بقى بدعوة عيب حلوة ما تعملوا الطريقة دي وتجربيها. وما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. واترككم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.